بسم الله وعلى بركة الله. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض صينية جمبري كده سهلة وسريعة وبسيطة، تقريبا مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق، ماكسيموم 15 دقيقة تحضير وتسوية. نقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما تحب وترضى، ملء ما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بجيب الجمبري معايا زي ما انتم شايفين، وانا علشان النهارده هعمله بقشره، فتنظيفه بالنسبه لي سهل جدا وسريع قوي. بجيب الخله وزي ما انتم شايفين كده بعد 3 فقرات، في الفقره الرابعه بدخل الخله اللي هي رفيعه دي، وابدا اطلع بيها لفوق كده. بتطلع معايا الحبل الرملي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه الحبل الرملي ده تتخلصي منه لانه ريحته بتبقى بشعه جدا. ويا اما تعملي زي دي كده بالسكينه او بالمقص، تفتحي الفتحه دي كده من ورا وتشيليه. بس بصراحه الحركه بتاعت الخله دي اسرع بكتير جدا. زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بجيب واحده واحده وبدخل الخله كده، بتطلع معايا. لو حسيت ان الحبل الرملي اتقطع او ما طلعش طويل زي ما احنا متعودين، بفتحها مره من قدام ومره من ورا. معايا هنا بقى للخلطة، معايا بصلاية متوسطة شرايح، معلقة توم كبيرة، هنقول مثلا ربع كوباية ليمون، وفلفل أخضر حامي على بارد. وادي الجمبري بتاعي بعد ما نضفته شطفته كويس جدا جدا وسبته يتصفى. ودي هريسة الشطة اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده. صينية كده على النار، وهحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة وعليها معلقتين من الزيت. وبعدين هنزل بقى بالبصل والثوم والفلفل وهديهم تشويحة زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنزل بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة. ادي الجمبري بتاعنا. انا بحب ألسع التتبيلة دي شوية عشان تديني لون للصوص بيبقى بني شوية. هنزل بقى بالجمبري كده بسم الله على الخلطة اللي احنا عملناها دي، وهبدأ أقلب فيها كده رايح جاي. أول ما اللون بتاعي بيبقى لونه برتقاني شوية، خلاص هو كده بيبقى إن شاء الله دخل في مرحلة التسوية. هنزل هنا عليه بحوالي كوبايتين من المية زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بقى دلوقتي كمان معايا بالبهارات بتاعتنا والليمون. أنا عصرت حوالي 6 ليمونات كبار كده، والمية بتاعتهم كتيرة. لو الليمون بتاعك صغير اعصري اكتر من كده شويه، هو الليمون بيديله طعم حلو قوي وبيمنع ريحه الزفاره تماما. حطينا الليمون وبدات اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الريحه خطيره يا جماعه بجد، مجرد ما بيبدا يغلي الريحه حلوه قوي. هنزل هنا بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الكمون، معلقه بهارات سمك، ومعلقة من الكزبرة المطحونة الناعمة. وهبدأ أقلب بالشكل ده. خلاص كده احنا مفيش أي حاجة تاني، الدنيا تمام جدا معانا. وبعدين قلبتهم كويس قوي قوي لحد ما كله اندمج مع بعض وكل حاجة دخلت في بعضها. بدقت كده الصوص ده لقيته طعمه ممتاز. لو حابة تزودي شوية ملح على حسب بقى الملح ده بتاعك انتي، حباها دلعة، حباها مظبوطة، حباها حادقة شوية، دي ترجع لك انتي. خلاص كده الدنيا تمام معانا. بديها كمان تقليبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين اسيبها تغلي كده دقيقتين 3 على نار عالية. وبعدين اغطي عليه واسيبه بالظبط 10 دقايق يغلي وهو متغطي. انا وطيت كده النار وهغطي عليه بقى واسيبه 10 دقايق كمان يستوي بقى مع نفسه وهو متغطي. عندي سمكتين كبار تقريبا كان وزنهم كيلو وربع مثلا، فعملتهم برضو وتبلتهم كده وهقليهم. طبعا في كل البيوت فيها عيال عاقة ما بتاكلش حاجات حلوة، فانا عندي هنا بنتي ما بتاكلش الجمبري، فقليت السمك ده علشانها، وبرضو اللي عايز ينوع واحنا بنتغدى. وعملنا بقى رز صيادية، وده عملته معاكم قبل كده اكتر من مرة. وخلاص الاكل بتاعنا استوى وجاهز زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. الاكل طعمه حلو جدا، سهل وسريع وبسيط. الجمبري شوية مكلف، ولكن هيطقى مرة في السنة حتى او كل شهرين، مش هتأثر علينا في اي حاجة، وهنفرح ولادنا بيها. ربنا يجعل بيوتنا وبيوت المسلمين كلها عمور. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.